آدم شاب في عام 2019 تخرج من المرحلة الثانوية، يسكن في إب يا جماعة الخير، يعني إيش أقول لكم، إب الخضراء الجميلة. هو ثالث إخوانه وهو الصغير، وأسرتهم أسرة مقتدرة ماديا نسبيا. ألح على والده إنه ينزل لصنعاء يدرس في الجامعة، وده يدرس صيدلة. حلو تخصص الصيدلة، جميل جدا. وألح على والده، أبوه رفض. إيش مبرر أبوه؟ يقول أبوه يا ولدي ما لنا أحد في صنعاء، ما في أحد في صنعاء يعني حتى تكون معهم وممكن أنك يعني مثلا تزورهم يزورونك وتقضي وقتك معهم. فأصر الولد وقال يا أبوي أنا أبي أتعلم، وأفضل الجامعات في صنعاء العاصمة يعني. فتحت إلحاح آدم وافق نوح اللي هو الوالد، لكن اشترط نوح، قال يا ولدي أنا عندي شروط. وش هي؟ قال إني يعني أدور لك سكن وتسكن لحالك، ما أبغاك تسكن مع أحد، أنا خايف عليك من أصدقاء السوء وكذا. وهذه وجهة نظر، لكن منعه من أن أي أحد يسكن معه هذه مشكلة صراحة، وبتشوفون أثرها بعدين. خلاصة الكلام وافق نوح، قال أبدا، تم اللي تشوفه يا والدي. قال خلاص أنا أنزل معك وأشوف وضعك ونسجلك في الجامعة ونطمع عليك. وفعلا حددوا اليوم ونزل آدم ووالده نوح إلى صنعاء. راحوا طبعا سجل في الجامعة، جامعة صنعاء الجديدة، وطبعا الدراسة برسوم يا جماعة. لكن مثل ما قلت لكم والد نوح مقتدر ماديا فما عنده مشكلة، والد آدم آسف مقتدر ماديا فما عنده مشكلة يعني. ثم راح يبحث له عن شقة، ووقعت اختياره على شقة في حي بيت بوس. طبعا هم في صنعاء ينطقون بيت بوس، اعذروني يا جماعة أنا رحت لصنعاء وعشت في هذه المناطق يعني، وبيت بوس فعلا من المناطق الراقية يعني نسبيا. فأبوه راح دور له شقة في بيت بوس. الشقة كانت كبيرة يا جماعة، مفروشة وكبيرة، 4 غرف ومجلس وحمامين ومطبخ، ويسكن فيها آدم لوحده. فرجع آدم يكلم أبوه، قال له يا والدي يعني لو أشوف لي أحد كويس يسكن معي. قال له لا، ما أبغى أحد يسكن معك، وأبغاك تكون لوحدك عشان تاخذ راحتك، ويعني ما أبي أي أحد يسكن معك. وافق نوح، وخلاص المؤمنون على شروطهم يعني. وبدأ فعلا يدرس الصيدلة في الجامعة، وبدأ يتعرف على مجموعة من الشباب وكذا. تعرفون في بداية ما يدرس الواحد يتعرف ممكن على الجميع، لكن بعدين يبدأ يرشح له مجموعة من الأصدقاء الخلص الخاصين. وفعلا آدم تعرف على شاب، الشاب هذا يمتلك خصيصة موجودة عند نوح، وهي حب المغامرة وحب الاطلاع على العالم الغيبي والغيبيات، وحب التعمق في هذا والبحث عنه سواء في الإنترنت أو غير الإنترنت. وهذه صراحة إشكالية عند كثير من الشباب قادتهم لكثير من الأخطاء والمهالك. آدم في يوم من الأيام كان جالس مع صاحبه هذا يدردشون، فقال له صاحبه والله يا آدم أنا جدي الله يرحمه متوفي، فتشت في أوراقه وفتشت في صندوقه الخاص فوجدت كتاب، الكتاب هذا أبهرني. وأعطاه عنوان الكتاب، وأنا ما أبغى أعطيكم عنوان الكتاب بصراحة. الكتاب هذا لما قرأت فيه حسيت برعب في بداية قراءتي فيه، فأغلقته ورجعته مكانه. في هاللحظة غمزت السنارة مع آدم، قال له إيش حسيت لما قرأت الكتاب؟ قال برعب. قال حسيت بحاجة حولك شيء كذا؟ قال لا ما حسيت والله لأني ما تعمقت فيه. فقال له آدم طيب أبغى الكتاب أنا. فقال له صاحب اعذرني صعب. فاضطر آدم أنه يعرض عرضه، قال يا فلان أنا بعطيك 50,000 ريال يمني
50,000 ريال يمني تعادل تقريبا، أنا والله ما أستطيع أقول يعني، لكن تعادل تقريبا 1000 ريال سعودي، لأن الريال ب50 ريال يمني، فتقريبا تعادل 1000 ريال سعودي، وصراحة مبلغ مغري. فقال له صاحبه ما في مشكلة، أنا أجيب لك الكتاب بس بشرط يكون عندك فترة تقراه وترجع لي. فقال له آدم متفقين. وفعلا اجتمعوا في الجامعة ذاك اليوم، مر الرجال جايب الكتاب غلافه أخضر غليظ، أوراقه واضح أنها قديمة. يقول آدم فرحت كثير بالكتاب، وأخذت الكتاب وحطيته معي، ثم خلصت الجامعة وانطلقت لشقتي. تذكرون شقته؟ ها، ضخمة كبيرة والوحده الولد. يقول رحت، ولما وصلت بالنهار اطلعت على مقدمة الكتاب فشدني، فيه رموز وفيه أشياء غريبة. فقلت خله الليلة أسمر عليه، أجلس جلسة حلوة كذا عليه في الليل. وفعلا جاء في الليل طلع الكتاب وبدأ يقرأ في الكتاب. إيش وجد في الكتاب يا جماعة؟ وجد في الكتاب آيات قرآنية، وجد أحاديث، وجد آيات محرفة مكتوبة بطريقة محرفة، وجد آيات معكوسة، وجد حروف ورموز معينة يقولها. بدأ الولد يقرأ حتى وصل